السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي افضل صحه وفي اتم الاحوال. تعالوا هنا في بدايه الفيديو نصلي كلنا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طلبوا منكم طلب، ايوه. اول حاجه هنعملها في ايه في بدايه الفيديو، حطي لايك على الفيديو واشتراك في القناه لو لسه بتشوفيني لاول مره ومش مشتركه عندي، عشان ان شاء الله ربنا يكرمني بيك واوصل ل100,000 مشترك في اقرب وقت يا رب ان شاء الله. فيديو النهارده بقى يكون فيديو جميل قوي قوي، اول مره هعمل الحاجه دي معاكم النهارده في القناه، وان شاء الله هتعجبكم، واسمع برضو كومنتاتكم الحلوه، اشوفها قصدي في الكومنتات، تمام؟ وارائكم الحلوه، والناس اللي بتجرب الوصفات يا ريت تكتب لي. هما بيقولوا لي بس بعدها بقرون عديده يعني، لا اكتبوا لي بقى على طول احنا جربنا ايه وطلع حلو معانا وكده، وحتى لو في حاجه طلعت مثلا مش قد كده برضو اكتبوا لي او قولوا لي. فان شاء الله وباذن الله الوصفه بتاعت النهارده هعملها صينيتين او كميتين. ليه بقى؟ عشان انا ان شاء الله هاخد منها بكره وانا رايحه عند حماتي، ماشي؟ فنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف بقى مقادير الوصفه بتاعتنا وايه هي الوصفه بتاعتنا. انا مش عارفه اسميها ايه، بس يلا هي هتيجي بقى زي ما تيجي. نشوف مقاديرنا مع بعض، والطريقه سهله جدا وبسيطه. يلا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. بصوا بقى، دي المقادير كده زي ما انتم شايفين. انا هعمل اول حاجه كراميل، تمام؟ عايزه كوبايه سكر. اهم حاجه ان السكر يكون يعني الخرزه بتاعته ناعمه شويه وتكون بيضه. وهاخد كمان لبن. كل ده هنعرفه دلوقتي مع بعض. اول حاجه هجيب بس حله او طاسه على النار، واحط فيها كوبايه السكر علشان ادوبها، واحطها اسيبها بقى على النار مع نفسها على عين هاديه خالص. مش هقرب لها دلوقتي ولا بمعلقه ولا باي حاجه، ماشي؟ وجبت كوبايه الا ربع من اللبن، وعليهم معلقتين صغيرين من الكريمه البودره او الكريم شانتيه البودره، تمام؟ وهقلب كل ده مع بعضه، هدوبه مع بعضه. هرفع اللبن ده برضو على النار واسيبه كده ايه على جنب كده. يعني ايه، هدوب الكريمه في اللبن، وبعدين هروح حطها على النار، تمام؟ تعالوا بس نشوف السكر الاول، لان اهم حاجه هي الخطوه اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، اللي هي بتاعه الكراميل. لناس كتير قوي قوي الكراميل ما بينجحش معاها، مع ان هو سهل جدا وبسيط. انت بمجرد ما تحطيه، طول ما هو لسه خرز ولسه قدامك لونه ابيض، ما بتقربيش منه بمعلقه خالص. يعني انا اشوفه اهو مولعه له النار على عين متوسطه، ما تكونش عاليه قوي وما تكونش اللي هي يعني هاديه خالص تشل يعني. وبقلب كده ازاي اهو، بحرك بس الحله او الطاسه او الصينيه اللي انت بتعملي فيها اهو، وهو مع نفسه كده بيبتدي يسيح واحده واحده. في المرحله دي بقى خلاص، اول ما يوصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي، ويا ريت ما يغمقش معاكي عن الدرجه دي عشان ما تلاقيهوش مرر معاكي. ابتدي اقلب بقى ايه او احرك كده بمعلقه علشان افك اي تكتلات فيه، تمام؟ المفروض ان انا الحركه دي اعملها وهو على نار هاديه على البوتاجاز، بس انا قلت بقى ارفعه يعني عادي، ممكن مفيش مشكله. انا كده كده هرجعه تاني على النار. اول ما اقلب بالمعلقه واحس ان هو خلاص التكتلات اللي فيه بدات تفك، رجعته تاني على العين اهو او على النار، بس هديت عليه النار شويه بقى خالص، حطيته على العين الصغيره اهو. علشان ايه؟ علشان انا مش عايزاه يغمق معايا اكتر من كده. اول ما احس ان التكتلات خلاص راحت ووصل معايا المرحله اللي انتوا شايفين ان كله داب، هجيب مكعب زبده او معلقه كبيره كده من الزبده، واروح نازله بيها على الايه، على الكراميل بتاعي لحد ما تسيح. طبعا هي من درجه الحراره هتبتدي تسيح. هنا بقى طفيت النار خالص، وجبت اللبن اللي انا غليته مع الكريم شانتيه، غليناه تمام، ورحت حطاه على الكراميل بتاعي مع الزبده بعد ما ساحت. بصوا هنا بقى، طبعا اول ما تحط اللبن ابعدي ايدك وابعدي وشك وخلي بالك، لان بيطلع بخار صعب جدا جدا حد يستحمله، ربنا يعافينا ويعافيكم. بصوا بقى هنا، اول ما حطيته طبعا حصل فوران وغليان مع بعضه، قعدت اقلب كده بالمعلقه. بس طبعا عمل تكتلات او لم كده مع نفسه، مفيش اي مشكله. كنت طفيت بقى النار زي ما قلت لكم، رجعت ولعتها تاني اهو، وهبتدي ان انا افضل اقلب مع الكراميل كده لحد ما التكتلات اللي انتوا شايفينها دي كلها تروح وتفك، وبتفك بكل سهوله على فكره خالص اهو. يعني انا هقعد دلوقتي معاكم اقعد اقلب فتره كده محترمه، مش محترمه قوي اللي هي تتعبكم يعني، بجد طعمه يستاهل المجازفه. وحطيت بس ذرة ملح، حاجة بسيطة قوي لا تذكر يعني، انتوا ما شفتوهاش حتى في الفيديو. بايدك كده او بطرف معلقة بس كده، تمام؟ كده خلاص الكراميل بتاعي خلاص تمام وبقى زي الفل، وحسيت ان مفيش تكتلات وتمام اهو، تمام الدنيا زي الفل. بصوا لونه حلو قوي 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 الدرجه دي واللون ده. انا بس حبيت اتاكد اكتر، لان الوصفه بتاعت النهارده هنحتاج فيها الكراميل يكون مفيهوش يعني ايه
اي حاجه. فانا قلت اصفيه برضو احتياطي علشان ما يكونش فيه اي تكتلات ولا اي شوائب. وفعلا انا لقيت فيه في الاخر كده ايه حاجات متكتله، لان الحله اللي انا بعمل فيها اللي هي اسمها ايه جرانيت او معرفش يعني، المهم يعني برضو ايه قلت احتياطي، واللي انا حسبته فعلا لقيته. ده شكل بقى الكراميل بعد ما خلص اهو بكل سهوله يا جماعه. طبعا دلوقتي وهو سخن مش قادره حتى امسك الطبق. شكله هو سخن خفيف خالص. ركزوا معايا بقى عشان هوريكم لما ادخله التلاجة ويخرج هيبقى تقيل ازاي وهنحتاج نفكه. المرحله التانية بقى هنجهز مع بعض الكيكه، ودي اسهل حاجه وكل الناس ما شاء الله بتعرف تعملها. بس انا بقى حبيت ان اضيف المقطع ده عشان لو في بنوته جديده وبتشوفني وحابه ان هي تعمل الكيك. انا بس هعمل الكيك هنا دلع شويه لان انا مكونات عندي كتير هيبقى فيها سكر. حطيت في الخلاط كوبايه ونص من السكر وعليهم كوبايه ونص من اللبن، تمام. كوبايه ونص سكر كوبايه ونص لبن، وحطيت نص كوبايه زيت. انا عايزه استبدل الزيت يا نسمه بسمنه براحتك، عايزه تستبدليه بزبده براحتك، دي ماده دهنيه براحتنا خالص خالص نقدر نتحكم فيها. وجبت 2 بيضة او بيضتين لو هم حجمهم كبير شوية، لو حجمهم يعني متوسط ممكن تخليهم 3 براحتك. كل ده على بعضه اهو في الخلاط، وحطيت معلقتين بس فانيليا او شوية فانيليا سايلة. لو عندكيش فانيليا سايلة استخدمي بودرة مفيش مشكلة. وضربت كل ده في الخلاط مع بعضه. وهنا بقى كنت بجهز المواد الجافة مع بعض اللي هي عبارة عن دقيق، كوبايتين من الدقيق اهو حطيتهم كده في البولة دي. وركزوا معايا تمام. وحوالي 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، كاكاو خام حطيت منه كام معلقه؟ 3 ما شاء الله بيقلب اللون جدا. وحطيت يعني معلقه كبيره من البيكنج باودر او اللي هو الكيك شيف، اي حاجه المتوفر عندك. انا بالنسبه لي بحب استخدم الكيك شيف لانه فيه محسن كيك. حطيت ذره ملح طبعا، دي السنه بتاعت الدقيق عشان تطهره وتنقيه، وكمان تعادل معايا مستوى السكر في الايه في الحاجه اللي احنا بنعملها بتاعت السكريات. يعني مش بتعادل ان هي بتاثر في الطعم، لا بتعادل قصدي يعني عشان لما تيجي تاكلي حاجه جسمك ما ينفرش منها، ما تبقاش يعني. انا قصدي السكر بقى اللي هو اللي بيدخل للجسم مش طعم السكر. طبعا حطيت الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط مع بعض اهو على الدقيق او المواد الجافه او السايله اللي سايله ايه الجافه اللي احنا ايه دمجناها مع بعض. لقيت الدنيا الخليط بتاعي خفيف قوي او محتاج دقيق، مفيش مشكله الدقيق جنبي انا ما شلتوش، وحطيت منه معلقه بس وظبط القوام معايا وبقى زي الفل كده. الكيكه كمان خلصت في ثواني اهي، ما خدتش اي وقت، وفي الخلاط من غير بقى اي تعقيد ولا اختراعات. جبت بقى البايركس او الصينيه اللي انا هعمل فيها. انا حابه ان انا اعمل في بايركس لان انا عايزه هيبين لكم اللايرز او اللي هي اللهم صل على النبي الطبقات اللي انا بتاعه الكيك بتاعنا اللي انا هعملها يعني النهارده، تمام. فصبيت العجينه او الخليط بتاعي في الصواني على قد ما تاخد، انا مش عايزاه يبقى عالي قوي، تمام. اهم حاجه يعني تسيبي تلتين الصينيه كده فاضي، تعملي التلت وتسيبي التلتين فاضيين. طبعا كنت مسخنه الفرن بتاعي قبلها، حطيته على الرف الوسطاني وسبتهم كده ايه على درجة حرارة 180 ومشغله لها من تحت بس. اختبرتها بخلة، الخلة طلعت نظيفة تمام وزي الفل كده بعد تقريبا يعني 35 دقيقة مش اكتر. سبت بقى الكيك يبرد خالص. وهنا بقى بوريكم الكراميل، رحت مشوار ورجعت طبعا عشان غيرت هدومي. الكراميل بقى هنا بعد ما دخل التلاجة بصوا بقى تقيل جدا ازاي. في وصفات الكراميل بتحتاجيه فيها وهو تقيل كده، تمام. وفي وصفات زي بتاعت النهارده لا احنا عايزينه سلس كده عامل زي صوص الشوكولاته. طب اخففه ازاي؟ نسمع. انا جبت معلقتين لبن اللي كانوا باقيين من الكيس اهو، وسخنتهم كويس في الميكرويف بقى على النار زي ما انت عايزه، وقلبت كله كده مع بعضه. المهم اللبن يبقى دافي. والكراميل بتاعي كده ايه تمام وجاهز، وده السمك او القوام بتاعه اللي انا عايزاه. هاتي بقى الكيكه، انا شايله وشها على فكره عشان بس ما تستغربوش هي ليه مخرمه ومفرغه كده. وسقيتها انا عندي ايه عندي اللي هو اسمها ايه دي فانتا برتقال. عايزه تسقي باي حاجه تانية ان شاء الله، حتى لو شويه لبن ومعلقه نسكافيه مفيش مشكله. اسقيها براحتك زي ما انت عايزه، لبن ساده براحتك، لبن بنسكافيه تمام، حاجه ساقعه زي ما انا عملت كده عادي. انا اعرف ناس بتسقي الكيكه بيبسي مفيش مشكله، تمام. انا لقيت عندي اللي موجود عندي البرتقال وقلت يلا اهو يدي طعم برضو ايه لطيف كده ولذيذ للكيكه بتاعتي. انا ليه عامله صينيتين؟ لان انا ان شاء الله يعني المفروض ان انا تاني يوم بقى الصبح هروح نقضي اليوم مع حماتي او هي عزمانه يعني. فقلت بقى خلاص انا مش هعمل حاجه حلوه لاولادي ومش هعمل لها يعني او كده، او نروح بقى ناكل كلنا مع بعض هناك. فعملت لينا احنا الصينيه الصغيره اللي انتوا شفتوها دي، وعملت البايركس الكبير ده بحيث ان كلنا نبقى موجودين يعني احنا و... والعيله كلها يعني سلفتي بقى وعيالها وجوزها وحماتي وكده. فقلت نعمل حاجه حلوه برضو كلنا ايه ناكل كده ونتبسط.
تمام. هنا بقى ده الكراميل انا قسمته برضو، يعني التلت والتلتين عشان الصينيتين زي ما انتوا عارفين. طبعا انت لو هتعملي اعملي كميه الكراميل دي كلها على صينيه واحده. ليه بقى؟ علشان يدي معاكي سمك كده وقوام حلو قوي. لكن انا عشان ما يعني ايه، اللهم صل على النبي، ما عملتش كميه كبيره من الكراميل، فكنت مضطره ان انا اقسم الكراميل على صينيتين اهو زي ما انتوا شايفين. يبقى انا بعد ما حطيت الكريم شانتيه، نسيت اقول لكم ان في كريم شانتيه انا كنت ضرباه وشايلاه برده في التلاجة، اللي هو الابيض اللي انا حطيته ده. والكريم شانتيه طريقته سهله جدا جدا، ولو مش عارفينها اكتبوا لي في الكومنتات برده وانا اقولها لكم، مفيش مشكله. وحطيت الكراميل كده على الوش، وعشان ازين حطيت شويه كريم شانتيه في كيس عادي، وخففته بس بشويه ميه صغيرين قوي قوي، بحيث ان هو ينزل معايا من الخرم بتاع الكيس اللي انا عاملاه ده. وعملت خطوط كده عاديه خالص، هي عشوائيه من غير اي ترتيب ولا تزويق ولا تزيين اهو، رايح جاي رايح جاي. وهعمل بقى بطريقه سهله جدا، الطريقه اللي كل الناس عارفاها كمان، بالخله كده تروحي وترجعي اهو، تروحي وترجعي، عشان يعمل لك شكل الموجه اللي احنا اول ما طلعت الموجه دي الناس كلها ايه ده، الشكل ده معمول ازاي؟ طب ده شكله جميل قوي ده. كان الناس نعرف بقى لحد ما عرفنا ان هي طريقه سهله جدا وبسيطه. ما عندكيش خله ممكن تشتغلي بسكينه بوزها رفيع عادي، مفيش مشكله خالص خالص خالص، ما توقفيش نفسك. ده الشعار بتاعي، يعني اي حاجه تقدري ان انت تستخدميها او تعملي كده. الصينيه بتاعتي جاهزه، شكلها تحفه. عايزه اقول بص الطبقات بقى، هو ده اللي انا بتكلم عنه، طبقه كيك، طبقه كريمه، طبقه كراميل. وادي الصينيه الصغيره اهي. الصينيه على فكره اصغر من كده، بس انا مصوره في التصوير ان هي باينه في التصوير ان هي كبيره. ادي الصينيتين هم جنب بعض. عايزه رايكم بقى في الكومنتات، وبالله عليكم لايكات كتير على قد ما تقدروا حطوا لي على الفيديو ده. ولو ما اشتركتيش معايا في قناتي على اليوتيوب تنوريني جدا، قناه اسمها نسمه تشانل، سيب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.